مش معنى كده انه مش موجود في المعادله. يعني هناك قوات امن عراقيه وحاربت داعش وحققت في وقت ما انتصارات بعد الانسحاب الامريكي. يعني ليس من السهل ان يعود احتلال مره اخرى، لانه في النهايه هو ده سيناريو عوده احتلال وليس امر اخر. ده صحيح طبعا، انا وافق حضرتك تماما، ولكن خلينا نتفق ان فكره الدوله الوطنيه دائما تكون قائمه على احتكار الامن والسلاح. وخلينا بنتفق بكل صراحه وبكل وضوح، هذا لم يحدث في العراق حتى الان، وبالتالي بنلاقي من الوقت الاخر بعض الهجمات الارهابيه ونشاط ملحوظ لتنظيم داعش في العراق. لكن معنى كده ان تنظيم داعش هيرجع للعراق؟ اعتقد في ظل الفتره الراهنه وفي ظل وجود قوات امنيه عراقيه وجيش عراقي الوضع اصبح صعب. لكن الامور تنذر، يعني زي ما بيقولوا كده، ان لم يتدارك العراقيون انفسهم حاله الانقسام والتقسيم الداخليه، لان للاسف الشديد يا فندم العراق ده قائم على فكره المحاصصه، والمحاصصه دي هي اعتقد انا من وجهه نظري ان هي سبب البلوى وسبب الكارثه الحقيقيه، لانه النظام والمسار السياسي والعمليه السياسيه قائمه على فكره توزيع السلطات، فنجد البرلمان للسنه ونجد الحكومه للحشد، حتى وان كانت محاصصه مذهبيه وطائفيه، لكن يظلون عراقيين يعني بشكل او باخر. نعم. نحن نتحدث عن عوده الاحتلال مره اخرى، واعتقد انه كان يعني امر تاريخي بالنسبه للعراق ان تنسحب القوات الامريكيه في نهايات عهد اوباما. طبعا اوافق حضرتك تماما في انه طبعا فكره انسحاب القوات الامريكيه من العراق كان بمثابه هزيمه كبيره جدا للامريكيين، واحنا بنشوف السجال اللي حاليا اللي داير حتى في الكونجرس ومجلس النواب الامريكي بفكره محاسبه السياسيين واصحاب القرار في احتلال العراق في 2003. فنتفق تمانا انه من الصعب الاحتلال مرة أخرى، لكن نود ونتمنى أنه العراقيين يعلون دائما من المصلحة العامة والمصلحة الوطنية للعراق والدولة الوطنية من جديد للعراق، ولأن طالما الأطراف الداخلية يا فندم لم يتم الاتفاق والالتقاء والتقارب وترتيب البيت العراقي من جديد، يبقى أنت كده بتدي فرصة لكل الأطراف الخارجية ولكل القوى الفاعلة الخارجية إن هي تقدر تتحكم في مصيرك. وبالتالي رسالتنا موجهة دائما، نعم هزيمة داعش في العراق كانت بمثابة انتصار كبير جدا للعراق وللعراقيين والقوات العراقية، لكن في نفس الوقت ندعو الأطراف الداخلية في العراق إن هم يعلوا من المصلحة الوطنية والدولة الوطنية للعراق. لأن أنت حضرتك لما تيجي تتكلم عن العراق يا فندم، ده العراق يعني كبير بأهله، كبير بثرواته، مليء بالموارد الطبيعية والموارد البشرية، لديه من الامكانيات ان هو يستطيع ان تكون لديه قاطرة تنموية حقيقية، ويستطيع ان هو يقود العراق عراق يا استاذ محمد. لكن للاسف الشديد احنا بنتكلم على فكرة التصارع والتقاسم وعدم التقارب في كثير من الأحيان، وبالتالي بنشوف دايما الأزمات المتتالية والأحداث المضطربة في كثير من الأمور. لكن ما يحدث الآن حاليا في شمال العراق ومن انتهاك السيادة العراقية من قبل دول الجوار تركيا وإيران، ده طبعا أمر طبعا يحتاج من العراقيين أنفسهم ان هم يعني يلتقوا على اجنده واحده وعلى مسار واحد، الا وهو اعلاء الدوله الوطنيه. نعم. اشكرك يا استاذ احمد، شرفتني. احمد طيب الكاتب الصحفي باليوم السابع، كل تحياتي اليك.